البنات ملي كتدخروا شي حاجه كتمشي تقولي ليه انا ادخرت واحد جوج ثلاثه. الراجل اللي كيهدمك، الراجل اللي ما كيوقفش معاك، الراجل اللي ما دايرش شي حاجه لراسو هو الاول ما تشاركيش معاه. انا ماشي ضد انكم تشاركوا مع رجالكم، ولكن ضد ان الا كان الراجل عارفه انت ما فيديش ولا غيبقى تابعك على دوك جوج دريال ما تشاركيش معاه. كان راجل اللي كيدفع بك القدام وكيزيد يعاونك وكيتحمس ملي كيشوفك، يعني جمعتي شي حاجه ودرتي شي حاجه وما كيطمعش لك فيه. بالعكس عادي تقولي ليه تفاهميتي وياه تزيدوا لقدام بجوج. اما بالنسبه للراجل اللي هو غير كيشوفك زادت عندك جوج دريال صافي كيبغي يطبلك فيها، خبي عليها اختي، ما تقولي ليش وما عنديش ما كاينش منين نجيب، الله غالب. راه لا فوت ديالك ماشي ديالو ولا فوت ديالكم. ما تقولوش الا شفتوا الرجال، يعني كاينين شي رجال كيطيحوا بالمراه ما كيخليوهاش تزيد لقدام، فلا داعي انك تشاركي معاه. شاركي مع الراجل اللي غيزيد بك لقدام، اللي كيعاونك، اللي كيكون لك عوين. هذه الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لك، خبي فلوسك وسكتي بفمك. ما عنديش ما كاينش، الله غالب، منين غنجيب؟ هادشي اللي تقدري تقولي لي. بالنسبه للشخص اللي كيصرف فلوسه غير في الكماليات يعني خلونا غير في الكماليات. بالنسبه للشخص اللي هو كيصرف فلوسه غير في الكماليات، حيت اختي ما عندكمش واحد الخطه تسويقيه اللي تقدروا انكم تعيشوا بها وتدبروا المصروف ديالكم باش تمشيو مع الشهر وما تحتاجوا حتى حد. شوف اختي، سيروا على القد، على القد. يعني بحال دابا ملي يشد الفلوس حاولي انك تبركي معاه، دير ورقه وستيلو تفهمي معاه بالخاطر هاد الشهر غادي نجيبو هادي وهادي، ولا الا كان يعطيك فلوس المصروف كان فيها خير. يعني الا كان هو ما كيعرفش يتصرف وكيخسر الفلوس، حاولي تقولي له عطاني جربني انا نصير، شوف واش غادي نحتاجو نتسلفو من شي حد ولا لا. وسير معاك على القد. البنات الكوت تيديروا في الدار، الطياب ديروا في الدار. بعض المرات الواحد كيتشهاش حاجه من الزنقه ماشي مشكل، ولكن شوفي راه والله العظيم راه غير 10000 ريال اللي هي 50 اورو، وعرفتي تصرفي بها واخا كاين الغلا